السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How to be front end developer. معاكم عبد الرحمن السيد. الفيديوهات دي موجهة للناس اللي حابة تدخل مجال برمجة وتطوير الويب بشكل عام، وبشكل خاص اللي حابب يبقى front end developer. هيتم تقسيم الجايد لاين للفيديوهات دي بشكل ليفلز بالترتيب، بحيث اللي يعدي الليفل الأول يبقى فاهم أساسيات الويب بشكل عام، وبعدها يقدر ياخد قراره لو حابب يكمل كباك اند ديفلوبر، وما يكونش مضطر انه يكمل باقي الليفلز الخاصة بالفرونت اند ديفلوبر. طبعا في ناس بتسمع مسميات فرونت اند وباك اند ومش فاهمة يعني ايه المسميات دي، عشان كده هنبتدي نتعرف على مجال الويب كبزنس الأول. طيب في البداية لما بتيجي تدخل أي ويب سايت زي الشخص ده، صفحة الويب بتلود، بعد كده الكلاينت سايد سكريبت اللي هي ايه، بتكون عبارة عن ال HTML وال CSS، كل ده بيلود أول ما أنت بتدخل على الصفحة. بعد كده لو الصفحة دي محتاجة جافا سكريبت أو محتاجة داتا متخزنة في الداتابيز، بنروح نكلم السيرفر. يعني أنا مثلا لو بملى فورم، لو بعمل لوجن على الفيسبوك ومحتاج ان انا يعني اتاكد من الداتابيز هل الاسم ده موجود والباسورد دول موجودين في الداتابيز، فبيحصل اجاكس ريكويست على السيرفر وبيرجع لي ايه الريسبونس بتاعي على سواء الديسكتوب او التابلت او الموبايل. تمام. طيب خلينا نقول كمثال ان العميل جاي عايز يعمل موقع، وليكن زي موقع سوق دوت كوم. اول حاجه العميل بيقعد مع البيزنس اناليسيس او اليو اي يو اكس ديزاينر عشان ياخد منه الريكويرمنتس الخاصه بالموقع اللي عايز يعمله، بيكون بالتفصيل ممل. بعدين بيعمل حاجه اسمها واير فريم او بروتوتايب. ايه هي الواير فريم او البروتوتايب دي عباره عن رسم تخطيطي للموقع، يكون بالشكل ده. ممكن نكبر شويه، بيكون بالشكل ده، مفيش اي الوان فيه، يبقى رسم تخطيطي بس للموقع. الموقع عبارة عن صفحة الهوم، وفي صفحة واحدة، صفحة 2، صفحة 3، صفحة 4، وهكذا. ويكون في شكل هنا وفي كومبوننتس، مجموعة كومبوننت بشكل تخطيطي. بعد كده بعد ما يرسم الشكل التخطيطي ده، بيجي اليو اي يو اكس ديزاينر ده بيشتغل على برنامج زي الفوتوشوب او في برامج تانية ممكن يشتغل عليها. بيحول الشكل التخطيطي لديزاين، هو عبارة عن صورة بيخرجه as a PSD بالفوتوشوب، بيحط الالوان والصور بتاعته الخاصه بيه، وبيراعي التيبوجرافي، المسافات ما بين كل كومبوننت والتاني. بيبقى بالشكل ده، بيعمل الديزاين بتاع مجموعه الصفحات، وبيحط برضو الخطوط، بيراعي الخطوط. بعد كده الصور دي بتتبعت للعميل عشان نشوف لو في تعديلات مطلوبه من العميل او لا. بعد ما العميل بيدينا الابروف على الديزاين ده كصورة، يبتدي بقى شغل الفرونت اند اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. بعد ما العميل يدينا الابروف على التصميم، يبتدي شغل الفرونت اند او اليو اي ديفلوبر، وده هنتعرف على الفرق ما بينهم واحنا بنشرح تقسيمة الليفلز للفرونت اند. الفرونت اند دوره هنا انه بياخد التصميم as a PSD على الفوتوشوب، ويبتدي يقطع التصميم ده ويحوله لصفحات تقدر تفتحها على اي نوع براوزر، اي نوع متصفح. ممكن عندك انترنت اكسبلورر، ايدج، او فايرفوكس، او كروم، او سفاري، او اي نوع متصفح من الموجودين، واي حجم شاشة من غير اي مشكلة. بيراعي في شغله كل الرولز بتاعت المتصفحات وكل الرولز بتاعت احجام الشاشات، سواء موبايل او تابلت او ديسكتوب. مهم لاي حد داخل مجال الويب انه يكون عارف الكومبوننت الخاصة بالويب سايت، يبقى عارف مسمياتها زي السلايدر، زي الاكورديون، زي صفحة الاخطاء اللي هي 404، زي الاباوت اس، عشان يقدر يتكلم بيها في البيزنس بتاعه مع التيم، او حتى يسيرش عنها. بمجرد ما تبحث عن ويب سايت يو اي كومبوننتس، بتلاقي عندك اغلب الكومبوننتس اللي هتشوفها في الويب سايتس، اللي ممكن نتعرف على بعضها من هنا. دي مجموعة اشكال للهيدر الخاص بالويب سايتس. ممكن يكون الناف بار على اليمين، واللوجو الخاص بالويب سايت على الشمال بالشكل ده.
زائد سلايدر تحت، وده شكل مختلف تاني، سلايدر على اليمين ومنيو على الشمال سايد بار. كمان شكل تاني اللوجو في نص المنيو بباك جراوند فيديو، وهكذا. هنا في جزء الاكسبيرينس كومبوننتس ممكن تكون بروجريس سيركل او بروجريس بار بالشكل ده. البورتفوليو ممكن يكون في فلتر تصنيف للاعمال او بكذا شكل حسب البيزنس المطلوب. ده موقع اسمه collectui.com، هتلاقي عليه اغلب الكومبوننتس بكذا ديزاين، ممكن تتفرج على الاشكال وتغذي عينك بالتصاميم اللي فيه. كده الانترو خلص. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الليفل الاول للفرونت اند ديفلوبرز بالتفصيل، وتبدا منين وايه الحاجات اللي المفروض تتعلمها في الليفل ده والتطبيقات اللي محتاج تنفذها. شكرا.